ولكن هناك رجل ما قضى رحلة طويلة لينضم إلينا في هذه الاحتفالية. إنه مصارع غوريلا سابق، وكان عضوا في حكومة بلاده، وتولى منصب وزير الخارجية. زرت بلاده في أبريل 1962 وقلت له: أريد أن أتحدث مع جلالة الملك. فسألني لماذا؟ فأجبت: أسسنا جيشا ونريد أن ندرب جنودنا، ونريد سلاحا، ونريد مالا. وقال إنه فهم جيدا مهمتي، لأنه عاش هو بنفسه نفس تجربتنا. ثم قال: أحضر رجالك إلى دار السلام. وسأرسل طائرة لتأخذهم إلى بلدي، وسأدربهم. سألني: ما السلاح الذي تريده؟ ومتى يجب أن أسلمهم لك؟ فأعطيته بعض التفاصيل، وقلت له: سلمهم لي بدار السلام. وقال: كم تريد من المال؟ فأجبت: أريد 5000 جنيه استرليني. وفي تلك الأيام كان 1000 جنيه استرليني يعادل مليوننا اليوم. فقال: سيكون عندك المبلغ غدا. وعدت. كان قد حدد الموعد في 9، لكنني ذهبت في 8. وقال: هذه 5000 جنيه استرليني التي طلبتها، ولا أريد وصلا. أريدك أن تذهب بهذه الأموال إلى البنك بلندن. وبعد ذلك سألني سؤالا: هل ما زلت تريد لقاء الملك؟ قلت: لا. الآن تحية لصديق قديم في النضال من أجل التحرير. إنه الدكتور الخطيب من المملكة المغربية. أطلب منكم التصفيق له مرة أخرى. أنا أتأسف أن القادة الذين ذكرتهم ليسوا هنا كلهم، لأنهم لعبوا دورا هاما، وهو دور لعبه قادة عدة في كل البلاد تقريبا. اليوم نحن ممتنون لأننا نعرفهم، ونشكرهم لأنهم كانوا مهندسي جيشنا. شكرا دكتور. Paying special tribute to the Kingdom of Morocco.